هلو. دلوقتي رايحين الجبل وادي ستورز. المفروض ان هيبقى في حاجه بدوي كده، شاي بدوي او حفله بدوي، وبعد كده هنطلع الجبل. وانا اصلا اساسا رايحه عشان اطلع الجبل، مش عشان اي حاجه تانية. لبست لبس مريح جدا جدا ويلا بينا. فاضي الفول بالليل عامله ازاي؟ اوه جو حر قوي النهارده. هاي القطه صاحبتي. هاي باسكي قاعده في الهدوء وفي الروقان. بصوا المكان عامل ازاي، مفيش حد. فكرة بقى ان البول لحد الساعة 8، يعني حتى لو انا حابة انزل زي دلوقتي كده الموضوع يبقى لطيف قوي في الانوار دي، بس مش هيبقى متاح يعني. تعالوا نلعب مع القطة. هلو هاي، جاية العب معاكي. هاي القطة دي مايسة اوي. انا جاية العب معاكي يا صغننة، انتي الجميلة. خرخر. احلى حاجة في المكان ان هو فاضي، روقان روقان روقان. يلا بينا نشوف الليلة هتبقى عاملة ازاي النهارده. قلت لها كنت عايز هي اللي تسوق.
الخير، عاملين ايه؟ النهارده ده اليوم التاني في دهب. انا هنزل دلوقتي وهاخد الفطار. انا المفروض ان انا اصلا هطلع الثري بولز، دي رحله هطلعها الساعه 10:30، لسه بدري قوي، والساعه دلوقتي الجيلها 8:15 8:10. وكنت عايزه انام شويه بصراحه، وقلت بقى ابقى اصحى على 9 افطر وانزل على طول، بس خفتي يخلصوا الاكل كله وعلى 9 دي ما الاقيش اكل كويس، وعقبال بقى ما يملوه ياخد وقت، وانا المفروض اتحرك على 10. فقلت هنزل دلوقتي اخد الفطار وبعدين بقى اقعد في السرير كده لحد ما تيجي ميعاد الرحله اللي هنتحرك فيه. الاوضه بصوا عامله ازاي، عايزه اقعد اروقها، بس انا بصراحه لا عندي طاقه ولا عندي وقت. ف بجد مبسوطه قوي، الدنيا لطيفه هاديه امان، كل حاجه تحفه. فمعايا كمان الترايبود، يعني لو حبيت اصور اي حاجه بتاع يبقى معايا الحامل عشان انا بتزل من غير الحامل ده. فتعالوا يلا نقفل الاوضه عشان ننزل. بحب قوي الحركه اللي في المرايه دي، بصوا حركه قمر قوي. فيلا بينا. هي على روقان وعلى الهدوء، الجو مش حر لسه، بس الشمس ما طلعتش بعيالها زي ما بيقولوا، الجو مش حر قوي يعني، لسه الشمس هتطلع دلوقتي تزلنا. احسن حاجه في المكان هنا ان في بنات كتير، الاوضه اللي جنبي فيها سيدات بس بنتين، فده محسسني بالامان قوي. عايزه اشوف القطه صاحبتي، القطه المقيمه هنا، بقعد العب معاها وبتسليني. يس سمعت صوتها، سامعين صوتها فرحانه في كل مكان. بقى الفطار بتاع النهارده، انا خدت النهارده 3 بيضات مش واحده، سوري مش 2، عشان في نص اليوم كده لو جعت. جبنا عيش، جبنه رومي، بطاطس مهروسه ومتحمره، جبنه وشويه جزر مخلل. هفطر وبعد كده هنطلع نكمل اليوم. القطه دي صديقتي في المكان، تيجي تقعد معايا على طول بالذات لما بفطر، عشان احنا بنفطر سوا. بتقعد بس والله العظيم فظيعه، جست من الجستس الموجودين في الفندق في المكان، عسل خلاص. النهارده المفروض ان احنا هنروح الثري بولز، فهتحرك من الساعه 10، لسه الساعه دلوقتي الجيلها 9 الا تلت او حاجه. فانا يعني قررت ان انا اخد فطار على الفول النهارده، هيبقى الموضوع احسن بكتير ما هو جوه، هو جوه مكيف طبعا واحسن، بس انا عايزه اقعد في مكان مفتوح. بصوا اصلا الفيو عامل ازاي. فانا هقعد اخد الفطار وبعد كده هننزل. تعالوا بقى اوريكم بس القطه دي، بصوا القطه قاعده ازاي، بنفطر سوا مع بعض كل يوم. فهفطر وبعد كده هنطلع نشوف هنعمل ايه. صباح الخير. بصوا بقى، انا دلوقتي هروح اشتري ميه عشان انا ما عنديش ميه، ومش هينفع خالص اروح ابدا اي رحله من غير ما يكون في ميه. الجو هنا في دهب حر جدا، حر قوي يعني. وبعد كده هطلع ارتاح كده شويه، مش كتير ممكن، وبعد النص ساعه دي هنجهز عشان ننزل. فالجو مش قوي قوي قوي، وفي هنا كميه اوتيلات فظيعه. بصوا انا كان قدامي اصلا في سوبر ماركت اجيب منه ميه، بس انا بصراحه عايزه اتمشى، الجو حلو مش كده، بس في الهواء اللي بيطير لي كل حاجه والشمس. في فنادق كتير قوي 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 يا جماعه، كنت بدور عليها ان انا انزل فيها وكده، وما كنتش عارفه مكانهم فين، بس كلهم جنبي، كلهم في المكان اللي انا قاعده فيه. الموضوع بجد لطيف قوي، مبسوطه قوي. النهارده ده اليوم الثالث، فايه يعني هاخد كل حاجه من الموضوع ده النهارده، فسحه بقى وانبساط بقى وشهيصه، هظبط نفسي على الاخر عشان النهارده اخر يوم. وهنا احسن حاجه ان كل واحد في حلو، او مش احسن حاجه، هو بالنسبه لي عادي. في عجل، فالنهارده بالليل هاجر عجله. بس
بعدين ان شاء الله اجر عجله واخدها اجري بيها في الممشى السياحي، وهاخدها امشي بيها في الممشى السياحي. الموضوع هيبقى لطيف جدا جدا جدا. نروح بقى الممشى ده كله نشوف لو عجبتني حاجه ونجيبها. فيلا. اوكي خلاص جبت الحاجه، نرجع بقى على الفندق. جبت ميه وجبت شيبسي. انا ما بحبش اكل الشيبسي خالص كرانشي. الحمد لله بشرتي بدات تهدى خالص من ساعه ما بطلت الشيبسي، بس هما مش كتير يعني قليلين. فلسي. نحط بقى الميه في التلاجة وناخد الازازه اللي احنا هناخدها معانا، وبعد كده نبدا بقى نلبس ونستعد لاخر رحله النهارده. بصوا هو انا في عندي تو اوبشنز بصراحه، اخد البيتش باجي وده يكون ب 250 او اوفر ال 250 دي واركب عجله اتفسح بيها في طول الليل وده حتى ساعتين واعيش بيها حياتي ومش هدفع 250. الفكره هنا مش عشان بوفر بمعنى بوفر، بس عشان انا فعلا فلوس اللي معايا مش هتكمل خالص ان اعمل كل الحاجات دي. ف بفكر ان انا همشي مع مهجر عجله احسن، نفس القصه يعني، بس العجله هتبقى افضل كتير. اوكي لسه خارجين من الفندق. بتاع النهارده مايو اسود عادي جدا وعليه كارديجان احمر طويل. جو مشمس قوي النهارده، ف نروح نعمل سنوركلينج.